هذا سؤال يعني في اليومين اللي طافوا وايد، فبتكلم عنه شوي بأريحية معاكم هني في الستوري. السؤال يقول: هل أرباح اليوتيوب حلال ولا حرام؟ طيب، بتكلم شوي باستفاضة، فأبي الواحد يركز معي. طبعا بنتكلم بعدين عن انستغرام وغيره وشلون أطلع منه أرباح، لكن الحين كلامنا عن اليوتيوب. أرباح اليوتيوب تنقسم إلى عدة أقسام، تقريبا خلينا نقول هي 4 أقسام: أرباح إعلانات، وأرباح دعم، وإعلان صاحب الشركة يقولك تعال روج لي مباشرة تتكلم عنه بالفيديو مالك، وأنت تروج لبعض منتجاتك. فهذه 4 أنواع أنك تربح من اليوتيوب. الآن بتكلم عن أول شغلة وهي أرباح إعلانات اليوتيوب. إذا تشوف أنت فيديو يوتيوب تلقى مرة واحدة يطلع لك إعلان. هل هذا الشيء حلال ولا حرام؟ يصير أسويه ولا ما يصير أسويه؟ راح أقول لكم. طيب، خلونا نفهم بس شلون تشتغل اعلانات اليوتيوب. انت صانع محتوى قاعد تتكلم عن شيء، فلنفرض انا الحين قاعد اتكلم عن التسويق، فيقوم اليوتيوب يعلن بعض الاعلانات على صفحتي او الفيديو اللي انا قاعد اتكلم عنه، سواء على الفيديو، يم الفيديو، تحت الفيديو، ايا كان. يعلن بعض الاعلانات المدفوعه من شركات ثانيه، ايا كانت الاعلانات. مو شرط تكون مستهدفه لنفس فئه جمهوري، لكن مرات تكون مستهدفه، نعم. فيعلن بعض الاعلانات. هل هذه الاعلانات انت شريك فيها، فراح تاخذ جزء من الارباح منها؟ فهل هذه الارباح اللي قاعد تاخذها هي حلال او الحرام؟ قبل ما اقول لك حلال ولا حرام، بقول لك شنو اللي قاعد يصير. تخيل ان انت قاعد تتكلم عن الحجاب، وفجأة يطلع لك اعلان في نساء ملابسين حجاب. في تناقض ولا ما في تناقض؟ في تناقض. زين، خلينا نشوف مراتب الحرام. اول شيء، شنو مراتب الحرام عندنا؟ تخيل انه يطلع اعلان انت كمسلم، تخيل يطلع اعلان انت كمسلم عن ترويج لخمر. موافق؟ لا طبعا مو موافق. حلو. تخيل انه يطلع اعلان ترويج لمنتديات شات وماتشات بين شباب وبنات. موافق؟ لا. بس احنا غالبيتنا او غالبية المسلمين مع الاسف، وهذا نقولها مع الاسف، يتهاون في موضوع الموسيقى، فيحط الموسيقى في كل مكان، يحطها حتى في فيديوهاته. هذا الموضوع صعب، خصوصا ان يوم القيامة راح تجي وتحمل اوزار كل الناس اللي استمعوا الى هذه الموسيقى. فاذا كان هناك اي اثم في فيديوهاتك انت راح تحمله. فلا تستانس ان تقول لا موضوع موسيقى، كل الدنيا فيها موسيقى الحين. حاول طبعا توخر، كل الدنيا فيها موسيقى، مو انت اللي حطيتها، لكن الان انت وافقت عليها. وما اتكلم عن الموسيقى، موسيقى، صور نساء، ايا كان، حتى لو رجال وصور محرمة، نعم نفس الشيء. فعموما المحرمات وايد والحلال اكثر، لكن احنا الغالبيه يدوروا المحرمات. فالان تخيل، هل ترضى بهذا الشيء؟ هل راح تربح منه فلوس؟ حلو. فاتفقنا ان هذه الاشياء حرام، وما يصير اني انا اشارك فيها، وبنفس الوقت ما يصير اني انا اخذ عليها ارباح فلوس. صح؟ ممتاز. اتفقنا خلاص. المهم، طيب انزين، في فلاتر في اليوتيوب تمنع هذه الاعلانات. يعني في فلاتر باليوتيوب انا اقدر اقول له لا تحط لي اشياء فيها خمر، لا تحط لي اشياء فيها اغاني مثلا، ايا كان. في فلاتر تسوي هذا الشيء. لكن انا اتكلم عن يوتيوبرز انا شفتهم وايد مسلمين وتكلموا في هذا المجال، ان مهما حاولت تفلتر محتواك او محتوى الاعلانات ما راح توصل للنتيجة النهائية. نعم راح تقلل، لكن ما راح توصل للنتيجة النهائية. احيانا يطلع لك منتج انت قاعد تتكلم عن اكل صمونة، لكن اللي قاعد تسوق لهذا الصمونة واحدة لابسه سفور ومثلا لابسه نص كم وايا كان، فما ينفع. احيانا هذه الصمونة اللي قاعد تتكلم عنها فيها موسيقى وراها بالخلفية. طيب، فمهما حاولت تفلتر ما راح توصل للمرحلة اللي انت تبيها. اليوتيوب شركة غربية، ما راح تعطيك على مزاجك 100%، وراح يظل هناك في بواقي لبعض الإعلانات المشبوهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على الناس لا يبالي الرجل من أين أخذ ماله، من حلال أخذه من حرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر في الحديث عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مأكله من حرام، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، ويرفع يديه إلى السماء فيدعو فلا يستجاب له. فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ أو كما قال الرسول عليه وسلم. إذا كل هذه الأشياء من حرام، فالواحد يخاف على نفسه من هذه الأمور، ما يتساهل فيها. لكن نرجع الموضوع الآن، الاقتناع. هل اقتنعت أن موضوع الإعلانات حلال ولا حرام؟ قبل ما نقول الفتوى، هل الموضوع أن هناك إعلانات راح تطلع لأشياء محرمة في صفحتك اللي أنت صانع محتوى؟ طيب، أنا قفلتها عليك؟ لا والله ما قفلت عليك. شوف،
اولا من يتق الله يجعل له مخرجا، ودائما ابحث عن الرزق الحلال. هذه قاعدة لا على قولة المصريين حطها حلق بودانك. النقطة الثانية، هناك وسائل ربح يعني غير هذه الوسيلة وأفضل من هذه الوسيلة، يعني فمو بس على الإعلانات. احنا مثل ما قلنا في البداية، انت ممكن تربح لترويج منتجك، عندك منتج قاعد تروجه، نعم أصعب لكن حلال، انت قاعد تكسب شيء حلال. اثنين، انت ممكن تدعم قناتك هادفة، قاعد تنشر شيء هادف، فييك أحد سواء أشخاص أو مؤسسة أو شركة تدعمك لمحتواك، وهذا شيء ممتاز. ممكن يأتيك واحد صاحب منتج ويقول لك روج لي لهذا المنتج، بتتكلم أنت عنه، فأنت لما تتكلم عن المنتج أنت لك الخيار أنك تشيل الأشياء المحرمة، فأنت اللي بتتكلم، فأنت راح تمسك المنتج وتتكلم عنه. فالحلال أكثر من الحرام، فالحلال أكثر من الحرام، ولكن يعني الحلال أصعب من الحرام. عموما السوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي احنا عايشينها فتحت أبواب كثيرة للرزق، فمن هذا النوع من كسب الأموال يكون حرام وهذا اللي بنوخر عنه، وفي أنواع حلال نركز عليها. لكن السوشيال ميديا والحياة اللي قاعد نعيشها وايد فتحت أبواب، يعني راح نتكلم إن شاء الله عنها في أوقات ثانية، من باب في أشياء حرام والناس قاعد تتساهل فيها من ناحية كسب المال. فدائما حط قاعدة يعني عندك، وزي ما يقولون المصريين حلق بودانك. تبي الله يبارك لك في رزقك وتجارتك ومشروعك، اتق الله بكل بساطة، لا تعصي ثم ترفع يديك إلى السماء وتقول ربي يوفقني. شلون تبي يوفقك وانت اصلا قاعد تعصي؟ يعطيكم الصحة والعافية، قواكم الله.